بصوا يا جماعه، ده شكل الارضيه قبل ما نعمل فيها ابوكسي. هي كده خدت وش صنفره ولسه لسه ما عملناش اي حاجه، بنعمل مرمطه اهو. الحاجات دي بنترمم وان شاء الله اوريكم مرحله ترتيب الاوبوكسي جزء من بدايه الصنفره لحد ما ندي المعجون، وان شاء الله التشطيب. وهوريكم ان شاء الله الشغل. ده البلاط اهو، ده شكل البلاط. ان شاء الله تشوفوا الفينش يعني حاجه محترمه. احنا بنعمل ابوكسي على البلاط وعلى الارضيات الخرسانه عادي. ده شغل بوكسي على البلاط، على بلاط مزاجكو. طبعا دي رملة مورتر، دي كانت حاجات مكسرة. هوريكم منها حاجات. دي بتبقى بلاط بايظ بالشكل ده، بنحط عليه احنا رملة بيطلع بالشكل ده. بعد كده طبعا بياخد معجون جراند تاني. ده شغل اهو. واخدين طبعا الفواصل طول وعرض مليانة كلها فواصل البلاط، والبلاطة بلاطة مملية اهو طول وعرض زي ما انتم شايفين. ده يعني شغل تعب السنين، اللي هو الشغل على البلاط المزاج، وده تعب السنين بجد يعني. شغل متعب بطريقه يعني ما حدش يشوفها غير لما يكون على ارضيات الهليكوبتر. وطبعا الحاجات دي برضه هتتعمل رمل مورتر، الحاجات المكسره ده كله قديم اصلا، البلاط قديم جدا. كده مفيش بلاي مرتين على مفيش؟ خلاص. بص يا باشا طيب، انا كنت اللي في العلبه اخد المعيار بتاعي. لقيتهم هم يا دوبك مش هتديها لي، مش هتديها ما حصلش، ما كانوش يا دوبك. لا انا صفيتهم، ما هي البتاعه فاضيه اهي. انت لو خدت معيارك كان هيتبقى. محمود محمود ده الشغل بعد التشطيب. ده الشغل، ده كان سيراميك يا جماعه. يعني لكم ما تتخيلوا ان ده كان سيراميك.
ده كان ارضيه بلاط مزايكو.